توماس أديسون، التلميذ اللي انطرد من المدرسة واتبعت جواب لأمه مكتوب فيه: ابنك غبي جدا، ومن بكرة مش هنسمح له انه يكون طالب في مدرستنا. لكن أم توماس ما عجبهاش الكلام، وقررت انها تغير الكلام اللي مكتوب في الرسالة وهي بتقراه لابنها، وقرت له كلام عكس اللي انكتب تماما. ابنك عبقري، والمدرسة صغيرة عليه وعلى قدراته، عليكي انك تعلميه في البيت. الرسالة دي كان فيها السر اللي حول توماس أديسون من طالب مرفوض من المدرسة بسبب غبائه زي ما وصفته مدرسته لأكبر مخترع في البشرية. موقف زي ده موقف عظيم ما يحصلش غير من أمة عظيمة جدا. كلمات قد تكون في وقتها مش حقيقية شجعت إنسان أنه يشوف نفسه بنظرة إيجابية، بدل من إحساس الغضب والقهر والإحباط والاكتئاب اللي كان أكيد هيحس بيهم لو قرأ الرسالة الحقيقية اللي اتبعتت له من المدرسة بدل رسالة أمه. وهنا هقف عند قوة الكلمة. الواقع إننا ما تعرضناش لحاجة زي كده وإحنا صغيرين، يعني محدش وصفنا مثلا بإننا عباقرة لا في المدرسة ولا في البيت، وكمية الانتقادات اللي تعرضنا لها تفوق كمية الدعم المعنوي بمراحل، وعدد الكلمات السلبية اللي سمعناها في حياتنا أكبر بكتير جدا من عدد الكلمات الإيجابية. حتى مواهبنا وقدراتنا ما خدناش فرصة لاكتشافها. عشان كده ما كانش من السهل علينا إننا نعرفها وننميها، وما زلنا بنقف متنحين قدام سؤال من نوع: قولي موهبتك ايه، او هوايتك المفضلة ايه. هنفترض مثلا اني كان من الممكن اني اكون شاعرة، ازاي كنت هقدر اكتشف موهبة زي دي في نفسي وانا معرفش عن الشعر غير اللي كنت بقراه في كتاب المدرسة الممل اللي كان فيه كل دورنا اننا نحفظ الاشعار عشان نكتبها في الامتحان زي ما هي. ده حتى التذوق الفني والتحليل الأدبي كان المدرسين بيطلبوا مننا إننا نحفظهم زي ما مكتوبين بالظبط، لا في زيادة ولا نقص. الحقيقة المؤسفة إن لا مدرسينا ولا والدينا كانوا بيهتموا بإبداعاتنا في الرسم أو قدرتنا على التمثيل على خشبة المسرح. ما تعلمناش حاجة عن الفلسفة ولا عن الكتابة ولا حتى الطبخ. معظم الحاجات اللي تعلمناها واحنا صغيرين كانت حاجات مملة خالية من الحياة، لا تنتمي إلى واقع الحياة بصلة. ما كانتش بتنبش كده في مواهب مدفونة في دواخلنا، على قد ما كانت بتموتها وتكبتها وتعتبرها حاجات مش مهمة، وحاجات ممكن تكون السبب الأساسي في فشلنا في الدراسة. المواد الدراسية ما خلتناش نكتشف إن كانت توافق رغباتنا وميولنا ولا لأ. وهضرب لكم مثال على كلامي من مادة التاريخ. التاريخ أجبرنا على حفظه بالحرف. كان دايما يتقال لنا واحنا صغيرين: التاريخ يتحفظ، التاريخ مادة حفظ. ما كانش عندنا الوقت ولا الداعي اللي يدفعنا إننا نستنبط العبر منه، ولا إننا نعرف تفاصيل أكتر عن أحداثه ونقرأ كتب خارج المنهج أو نقرأ روايات عن الأدب التاريخي تعرض التاريخ بتفاصيله عشان نعيش أحداثه ونستشعرها وكأننا داخلها. اتعلمنا إن الهدف الأول والأخير اللي المفروض إننا نسعاله هو إننا نجيب درجات عالية في الامتحان، وده مش هيحصل في مادة زي التاريخ غير عن طريق الحفظ ثم الحفظ ثم الحفظ، لا تذوق ولا تعمق ولا حتى عبر. وبعد سنين وسنين من حياتنا وبعد بحث وجهد عرفنا إننا لازم يكون عندنا حاجة اسمها الشغف، وإن السر اللي بيدفعنا في طريق النجاح هو الشغف. وصلنا للمعلومة دي وإحنا للأسف لا نعي شيء عن أنفسنا ولا عن ميولنا ولا عن إيه اللي بنحبه وإيه اللي هنبدع فيه.
للحظات نرجع بالذاكرة ونبص كده بنظرة تفحصية شديدة على حياتنا الدراسية، ندور فيها عن حاجات كنا بنحبها، بس للأسف الصورة مش بتكون واضحة، في شيء مبهم في الموضوع، في كده حاجات داخلة في بعضها بشكل يلخبط. يعني ممكن اللي كنا شايفينه كويس ما كناش شاطرين فيه، واللي كنا متفوقين فيه ما كانش بالضرورة بيعجبنا. مفيش شيء يدينا جواب واضح. نتفحص سير الناجحين نلاقيهم بدأوا بدري قوي، ونبص لشدة التنافس في عصرنا الحالي ونلاقي ان المتفوقين في المجالات المختلفة في الدول المتقدمة قطعوا شوط كبير، واحنا ما زلنا تايهين ومش عارفين عايزين ايه. حتى ان بدأنا من اللحظة فمش هنقدر نوصل للي وصلوا له الا واحنا اكبر في العمر. يعني ممكن وانت في سن 40 تقدر توصل لنفس الانجازات اللي وصل لها شاب في اليابان او في امريكا في عمر 20. اذا هنقف ونتذمر ونكتئب من الواقع اللي عايشين وتخلفنا الكبير عن غيرنا من الشعوب المتقدمة؟ احنا لو عملنا كده مش هنزيد واقعنا غير مرارة، ومش هنزيد تخلفنا غير تخلف اكبر منه. احنا مش مسؤولين عن الواقع اللي عايشينه واللي مش عارفين هيودينا لفين، لكننا مسؤولين من اللحظة اللي أدركنا فيها احنا ماشيين في أي اتجاه. مش هيفيدنا خالص البكا على اللي فات، ومش هيفيدنا كمان اننا ندخل نفسنا في مقارنة مع غيرنا من غير ما نبص للفرق بين واقعنا وواقعهم. اللي هيفيدنا بجد اننا ما نسلمش عقولنا للفشل والاستسلام. لازم نبحث ونقرأ ونتعلم ونشتغل لإعادة هيكلة عقولنا وتطوير نفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا، وما نرضاش لولادنا أبدا إنهم يكونوا ضحايا واقع إحنا كنا قبل كده بنعاني منه. مش عيب إنك توصل متأخر، العيب إنك ما تحاولش إنك توصل أصلا، وإنك تستسلم لليأس والتذمر وجلد الذات. حياتنا مش هتقف إلا بالموت واليأس، والموت إجبار واليأس اختيار. ويكفينا سند إيماننا بالله وثقتنا بيه ولجوءنا إليه وحبنا للعلم اللي هو جزء أساسي من عقيدتنا. وأشوفكم على خير في فيديو جديد، لكن قبل ما أسيبكم بطلب منكم تسيبولي في التعليقات أكتر حاجة استفدتوها من الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير لأصحابكم لو حاسين إن المحتوى ممكن يفيدهم. ولو حابين تتابعوني اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله وحفظه.